أول صدمة لرونالدو بعد الانضمام إلى نادي النصر السعودي. تعاقد نادي النصر السعودي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بشكل رسمي في الساعات القليلة الماضية، حيث تم حسم الصفقة. وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي صدرته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء مباريات أمس الجمعة، وأصبح فريق النصر الأول لكرة القدم في المركز الثاني برصيد 23 نقطة خلف الشباب الذي خطف الصدارة بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة. واستطاع فريق الشباب أن يحقق الفوز أمام نظيره الاتفاق ب3 أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. ويستعد فريق النصر لكرة القدم لمواجهة نظيره الخليج اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة دوري روشن السعودي. وتبدأ أحداث المباراة عند 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويطمح النصر السعودي في تعاقده مع رونالدو إلى انتزاع لقب دوري روشن السعودي للمحترفين الذي غاب عنه في السنوات القليلة الماضية، حيث أن النصر يحتاج إلى مهاجم هداف من جودة رونالدو.